السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وحبايبنا طلاب المرحلة الثانوية وبالأخص طلاب تانية ثانوي، يا أهلا وسهلا بيكم. معاكم سنيور خالد رضا مدرس اللغة الإيطالية. النهاردة إن شاء الله طالعين كده بأول حصة من سلسلة تعليم الواجب بتاعنا، واللي فيها إن شاء الله هنحل مع بعضينا الواجب اللي هو خاص بالدرس الأول والدرس الثاني اللي هو خاصين بالوحدة الأولى بتاعتنا. الدرس الاولاني اللي احنا كنا بنحكي فيه في السنتر مع بعضينا اللي هو كان اسمه avverbi con il passato prossimo، اللي هو ظروف الزمان مع الماضي مع الماضي القريب او في زمن الماضي القريب بتاعنا. وده الدرس الاول اللي خدناه وده اللي هنحل عليه دلوقتي حالا. بلس كده كمان خدنا الدرس الثاني اللي هو اسمه كيفية استخدام حروف الجر وادوات التعريف مع التواريخ والشهور والفصول والسنين. فتعالوا يلا مع بعضينا نبتدي الجمل بتاعتنا اللي هي خاصة بدرس ظرف الزمان ونبدأ نحل على الدرس ده. ولو تفتكروا الدرس ده كان ملخصه ان احنا كان في عندنا 7 كلمات اللي هم قدامك دلوقتي، اللي هم جا وسيمبري وابينا وانكي. الاربع كلمات دول يا سينيور كنا بنستخدمهم في الجملة المثبتة. الجملة المثبتة كنا بنختار واحدة من الأربعة دول، ولو الجملة بتاعتي جملة منفية كنا بنختار واحدة من الثلاثة اللي قدامك دول. طيب تعالوا يلا مع بعضينا نشوف الجمل عاملة ازاي ونبدأ مع بعضينا الحل بتاعنا. الجملة الأولانية بيقول لك فيها la mia macchina non ha نقط funzionato perciò sono dovuto tornare a piedi. احنا هنا يا سينيور هنحل ازاي؟ هشوف الجملة بتاعتي، لو جملة منفية هختار بيو ancora mai، لو جملتي مثبتة هختار واحدة من الأربعة اللي أنا سميتهم لك من شوية. طب هعرف منين إن الجملة منفية أو مثبتة؟ عن طريق أداة النفي بتاعتي اللي هي اسمها نون. وأنا بقرأ الجملة بتاعتي لقيت أداة نفي بتاعتي اسمها نون أهي يا سينيور، لقيت أداة نفي بتاعتي اللي هي اسمها نون أهي، يبقى ده معناها ان جملتي جمله منفيه، يبقى ده معناها ان انا هختار يا اما بيو يا اما انكورا يا اما ماي. اللي موجود عندي الكلمه اللي اسمها بيو فاروح اختارها على طول ما بين ما بين الاختيارات. الجمله اللي بعدها بقول لك فيها ragazze avete نقط potuto capire la lezione di oggi. الجمله بتاعتي جمله منفيه؟ لا دي جمله مثبته، يبقى استبعد ماي، استبعد انكورا، استبعد بيو، يبقى ما فاضلش عندي غير جا فاروح اختارها على طول ما بين الاختيارات. جملة رقم 3 كارلا وأليسيا hanno not studiato bene per questo esame. الجملة بتاعتي جملة مثبتة فده معناه ان انا هستبعد ماي، استبعد انكورا، استبعد بيو، ما فاضلش عندي غير ابينا، يبقى اروح اختارها على طول ما بين الاختيارات. جملة رقم 4 بيقول لك فيها مارتينا ha dovuto fare foto per questa occasione speciale. الجملة بتاعتي دي جملة ايه؟ الجملة بتاعتي دي يا سينيور جملة مثبتة، يعني ده معناها ان انا اختار سامبر صح، جا صح، ابينا صح، وانكي صح. الاربعه كلهم صح، الاربعه كلهم صح. بس يا سينيور في حاله لو خيرني ما بين الاربعه زي الجمله دي كده قدامك فانا بختار واحده منها حسب المعنى، حسب المعنى. فانت لو حطيت كلمه جا هنا بردك هتأدي المعنى، حطيت سامبر هتأدي نفس المعنى، حطيت ابينا هتأدي نفس المعنى، حطيت انكي هتأدي بردك المعنى عادي جدا. بس في كلمة عن كلمة هتفرق، في معنى بيكون أدق عن التاني. في كلمة يعني جا لو حطيتها في الجملة بتاعتك هنا هتأدي المعنى بتاعك. هاجي أقول لك إن مارتينا كان يجب عليها بالفعل إن هي تلتقط الصور لهذه المناسبة الخاصة. نفس الكلام سيمبر اللي بمعنى دائما، كنت هقول لك إن مارتينا يجب عليها دايما إن هي تلتقط الصور لهذه المناسبة الخاصة. نفس الكلام ابينا ونفس الكلام انكي على طول. بس انا قلت لك يا سينيور في الحاله دي، في حاله لو خيرك ما بين الاربعه بيبقى في اولويه لكلمه عن لكلمه عن كلمه، فده معناها ان انا هنا هختار اول حاجه معايا. قلت لكم اول حاجه بتكون الكلمه اللي اسمها جا. اللي هيختار سيمبري بردك صح، اللي هيختار كلمه انكي بردك بردك صح. بس انا اخترت كلمه جا عشان كلمه جا لو حطيتها في اتخن جمله في الايطالي هتأدي نفس المعنى عادي جدا. اللي بعده الجملة بتاعتي دي يا سينيور ستودنتي يا طلاب avete studiato per l'esame della settimana passata. انتوا ذاكرتوا الامتحان الاسبوع القادم، تمام كده، او الاسبوع الماضي. فانا قلت purtroppo للاسف non abbiamo not potuto studiare. احنا هنا يا سينيور الجملة بتاعتي دي جملة منفية، يبقى ده معناه ان انا اختار يا اما ماي يا اما يا اما بيو. هستبعد appena وهستبعد انكي. هختار ده ولا ده؟ هختار الكلمة اللي اسمها هختار الكلمة اللي اسمها ماي، اللي هي non abbiamo mai. احنا ما ذاكرناش احنا للأسف ما قدرناش ان احنا نذاكر ابدا.
اللي بعده chi tra le ragazze non ha voluto rimanere qui. هنا يا سينيور جملتي جملة مثبتة، يبقى ده معناها ان انا اختار الكلمة اللي اسمها sempre على طول. اللي بعده جملة رقم 7، الجملة دي يا سينيور جملة ايه؟ جملة منفية، يبقى ده معناها ان انا اختار ايه بقى؟ الجملة بتاعتي طالما هي منفية يبقى انا هستبعد appena، هستبعد anche، هستبعد già، يبقى اختار الكلمة اللي هي اسمها ancora ايه؟ ancora على طول. جملة رقم 8 بيقول لك فيها كي نون، ادي الجملة بتاعتي جملة ايه؟ ادي الجملة بتاعتي يا سينيور جملة منفية، يبقى ده معناها ان انا اختار يا اما بيو يا اما انكورا يا اما ماي. اللي موجودة عندي يا سينيور؟ اللي موجودة عندي ماي، فاروح ايه؟ فاروح اختارها على طول. جملة رقم 9 بيقول لك فيها يا كارلا سي اريفاتا سكولا ان تيمبو، انت وصلت في المدرسة في الموعد. فردت قالت سي سونو، ايوه انا، فالجملة بتاعتي مثبتة، يبقى انا هختار الكلمة اللي اسمها سيمبري على طول. اخر جملة معانا بيقول لك فيها لا باستا المكرونة استاتا سالاتا نون اي، ادي الجملة بتاعتي جملة منفية، يبقى انا هختار ايه؟ هختار الكلمة اللي اسمها بيو على طول، لان ده وده وده الثلاثة كلهم بينزلوا لي في الجملة الايه؟ في الجملة المثبتة، والجملة بتاعتي جملة منفية زي ما احنا شايفين كده، يبقى انا هختار الكلمة اللي اسمها بيو على طول. طيب هنيجي بعد كده على الايه؟ هنيجي بعد كده على الدرس الثاني بتاعنا اللي هو زي ما اتفقنا وزي ما عرفنا، اللي هو كان عنوانه كيفية استخدام حروف الجر وأدوات التعريف مع الأيام والشهور والفصول والإيه؟ والسنين. فتعالوا يلا دلوقتي مع بعضنا نستعرض الإيه؟ نستعرض الأسئلة بتاعتنا والحل بتاعنا كان بنحل إزاي على الدرس ده. لو تفتكروا كده معايا كنا بنحل إزاي على الدرس ده يا سينيور؟ كنا بنبص على الكلمة اللي جاية بعد النقط على طول، والكلمة اللي جاية بعد النقط هتكون عبارة عن حاجة من الأربعة، حاجة من الأربعة. الكلمة اللي بعد النقط هتكون عبارة عن يا إما تاريخ، والتواريخ بختار أداة التعريف لو الكلمة عبارة عن شهر من شهور السنة، فأنا بالتالي الشهر بتاعي ممكن ينزل غير متبوع بصفة أو بسنة، يعني الشهر ينزل لوحده، يا إما الشهر هينزل متبوع بصفة أو بسنة. فلو نزل متبوع بصفة أو بسنة فإحنا بنختار يا إما النل يا إما نل أبوستروف، وبختار واحد منهم حسب طبعا الشهر إيه؟ حسب الشهر بتاعي. قلت لك في عندي 9 شهور بادئين بحرف ساكن، فبالتالي هختار معاهم النل، وفي 3 شهور اللي هم أبريل أغسطس أكتوبر، الثلاثة دول بادئين بحرف متحرك، فبالتالي هختار معاهم النل أبوستروف على طول. بس هختار النل وهختار النل أبوستروف في حالة واحدة، في حالة لو الشهر بتاعك نزل متبوع يا إما بصفة يا إما بإيه؟ يا إما بسنة. علشان لو الشهر بتاعك نزل غير متبوع، يعني لو نزل لوحده قال لك نقط جنايو وسكت، يبقى ده معناه ان انا اختار يا اما حرف الجر ان يا اما حرف الجر والاثنين بختارهم بشكلهم الايه؟ البسيط، وما ينفعش يخيرك ما بينهم ايه؟ على طول، لان لو خيرك ما بينهم الاثنين هيكونوا ايه؟ الاثنين هيكونوا صح. ثالث حاجه مع فصول السنه، قلت لك مع فصول السنه بنختار حرف الجر ان دايما، ودايما بينزل بسيط، الا لو الفصول جات لك متبوعه بردك بصفه او بايه؟ او بسنه. اجي اقول لك استاتي باساتا الصيف الماضي، هاجي اقول لك استاتي سكورسا الصيف الماضي. الكلمتين دول لما ينزلوا لك اعرف ان الصفه او الفصول بتاعتك جات لك متبوعه بايه؟ متبوعه بصفه. عكس ما اجي يقول لك استاتي ديل 2020 الصيف بتاع سنه 2020، هنا الفصل بتاعي نزل متبوع بسنه، فلو نزل متبوع يا سينيور في العموم سواء كان صفه او سنه فانا هختار حرف الجر ان مركب. لكن لو الفصل بتاعي نزل غير متبوع فده معناه ان انا اختار حرف الجر ان ايه؟ بسيط على طول. رقم 4 والاخيره اللي هم ايه يا سينيور؟ اللي هو مع السنوات مع السنين، كنا بنختار حرفين يا اما نل يا اما دل، يا اما نل يا اما دل. بختار النل يا سينيور مع السنين التي لم يسبقها شهر، لكن دل بختارها مع السنين التي يسبقها شهر. الكلام ده طبعا شرحناه بالتفصيل واحنا في السنتر بتاعنا. طيب تعالوا يلا مع بعضينا نطبق الكلام ده على الامثله اللي قدامك. المثال الاولاني بقول لك فيه ان روبرتو بنجيني فينشي تري بريمي اوسكار، يعني الشخصيه اللي اسمها روبرتو فاز ب3 جوائز اوسكار سنه 1998. ده ايه ده؟ ده سنه صح؟ مع السنين بختار حرفين يا اما النل يا اما الدل، اللي موجود نل يبقى اختارها ايه؟ على طول. اللي بعده هبص على الكلمه اللي جايه بعد النقط، مارسو ده شهر مارس صح؟ شهور متبوعه ولا غير متبوعه؟ هنا متبوعه يا سينيور بسنه، يبقى هختار يا اما نل يا اما نل ابوستروف، اللي موجود عندي موجود نل يبقى اروح اختارها ايه؟ على طول.
اللي بعده 1905 ده سنة بختار يا نيل يا دل، اللي موجود نيل يبقى اختارها ايه على طول. اللي بعده اغسطو ده شهر يا سينيور متبوع ولا غير متبوع؟ هنا نزل غير متبوع يبقى ده معناه ان انا اختار حرف الجر ان على طول. قانون رقم 5 بيقول لك يوسونو ناتو انا اتولدت في شهر اكتوبر، ادي اكتوبر اهو ده شهر متبوع ولا غير متبوع؟ غير متبوع يبقى اختار حرف الجر ان على طول. اللي بعده جنايو ده شهر ايه؟ ده شهر يناير يا سينيور، متبوع ولا غير متبوع؟ هنا نزل بعده كلمة اسمها سكورسو، الكلمة دي معناها الماضي، يبقى إذا الشهر بتاعي نزل متبوع بإيه؟ بصفة. هيفرق معايا في الحل؟ طبعا، لو الشهور متبوعة فأنا بختار يا سينيور حرف الجر إن مركب بأداة تعريف، فأنا أروح أختار الإيه؟ الحرف اللي هو اسمه النيل على طول. 25 ديسمبر ده يا سينيور 25 ده رقم وده شهر، يبقى ده تاريخ يوم، والتواريخ بختار أداة التعريف إل. 6 سبتمبر 7 سبتمبر ده يا سينيور تاريخ، هروح اختار بردك أداة التعريف بتاعتي اللي هي اسمها إل على طول. جملة رقم 9 بيقول لك فادو الماري بروح البحر نوت ستاتي الصيف، ادي فصل الصيف اهو بختار معاه حرف الجر إن ودايما بينزل بسيط عشان الفصل نزل غير متبوع. اللي بعده هنا يا سينيور سنة، والسنة بتاعتي بختار يا إما نيل يا إما دل، اللي موجود دل كتر خيرك شكرا، يبقى اختار الإيه؟ الدل على طول. جملة رقم 11 بيقول لك فيها إيه؟ بيقول لك فيها ميا سوريلا أختي إيه ناتا، أختي اتولدت إيه؟ اتولدت في شهر مارس بتاع سنة 2000، فبالتالي هنا الشهر بتاعي نزل مطبوع بسنة، يبقى ده معناه إن أنا أختار حرف الجر نيل على طول. فبراير ده شهر مطبوع بايه؟ مطبوع بصفه، يبقى اختار حرف الجر نيل على طول. 25 ابريل يا سينيور ده تاريخ يوم، يبقى اختار اداه التعريف اللي اسمها إل. فينها؟ اهي معلش. يبقى انا هنا جمله رقم 13 هختار اداه التعريف بتاعتي اللي هي اسمها إل على طول. جمله رقم 14 النهارده بيكون 23 مارس ده تاريخ بردك، يبقى اروح اختار اداه التعريف اللي اسمها إل على طول. جمله رقم 15 جنايو ده شهر يناير صح؟ متبوع ولا غير متبوع؟ غير متبوع، يبقى اختار يا اما ان يا اما اللي موجود فاروح اختارها ايه على طول. الجمله اللي بعدها 16 ماجو ده شهر مايو، جمله متبوعه ولا غير متبوعه؟ الشهر يا سينيور غير متبوع، يبقى ده معناه ان انا اختار يا اما ان يا اما والاثنين موجودين اهم، هختار الاثنين مع بعض. في الامتحان مش هيخيرك ما بينهم، في الامتحان يا اما يجيب لك يا اما يجيب لك الايه؟ الان على طول. جمله رقم 17 ده فصل من فصول السنه، يبقى اختار الايه؟ حرف الجر ان. جمله رقم 18 بريمافيرا اللي هو فصل الربيع، هختار بردك حرف الجر اللي هو اسمه ان. 21 اكتوبر ده تاريخ يوم، يبقى اختار اداه التعريف بتاعتي اللي هي اسمها إل. جمله رقم 20 1988 هختار يا سينيور يا اما نيل يا اما دل، لان ده سنه اللي موجود عندي نيل، فاروح اختارها ايه على طول. جمله رقم 21 دي كويستو ماذا، 21 من هذا الشهر، 21 من هذا الشهر، فده يا سينيور تاريخ، ومع التواريخ بختار اداه التعريف بتاعتي اللي هي اسمها إل. كل اللي احنا عملناه دلوقتي حالا احنا حلينا يا سينيور على واجب الحصة الأولانية بتاعتنا اللي احنا شرحنا فيها كيفية استخدام حروف الجر مع التواريخ والشهور والسنين والفصول. مش بس كده، كمان احنا يا سينيور شرحنا في الحصة الأولى بتاعتنا الدرس الأولاني اللي هو كان اسمه ظروف الزمان في زمن الماضي القريب، والدرسين دول شرحناهم وحلينا عليهم وأدينا طبقنا عليهم وعلمنا الواجب بتاع الحصة الأولى بتاعتنا. طيب، كان معاكم سينيور خالد رضا مدرس اللغة الإيطالية. أشوفكم على خير إن شاء الله في الحصة الثانية بتاعتنا. تشاو.